مساء الورد على أجمل متابعين. اسمعوا القصة للنهاية وانصحوني أعمل إيه بالظبط، عشان أنا محتارة. أنا متجوزة وجوزي قاعدين في عمارة في إحدى المدن جديدة. جوزي بيروح كل يوم شغله، وأنا ساعات بقعد لوحدي في العمارة، وفي سكان كتير، يعني مش كتير أوي، يعني معدودين على الأصابع. العمارة تحت الإنشاء. أنا بخاف أقعد لوحدي كتير، بس أنا يعني معظم وقتي بكون مشغولة في البيت وفي المطبخ وكده، وبعمل شغل البيت وكده، وساعات أروح شغلي وساعات يعني أخد أجازات وكده. في الحقيقة خبزت عليا جارة مرة من المرات، ففتحت الباب بقول مين؟ قالت لي أنا. قالت لي بعد إذنك بس أنا خارجة أشتري طلبات البيت بسرعة وأرجع. هرجع بسرعة، تسمعي بس تسيبيني يعني تشوفي ولادي عقبال ما أرجع. قلت لها يعني إيه؟ هتسيبيهم عندي ولا أروح عندك؟ قالت لي لأ، خدي المفتاح واقعدي معاهم شوية لغاية ما أرجع عشان أطمن عليهم بس. قلت لها خلاص، هي طفلة رضيعة صغيرة. قلت لها خلاص ماشي. راحت اشترت الطلبات وأنا قاعدة في الشقة معاهم مع أولادها. أنا معرفش هي عندها طفل رضيعة، يعني هي عندها طفل رضيعة بس. فأنا قاعدة عشان أطمن عليها لغاية ما تيجي ورطة تستلمها. اتفاجئت إن باب الأوضة بيتفتح، فببص لقيت شاب خارج من الأوضة. اترعشت واتخضيت جامد أوي أوي. قلت له مين معايا؟ مردش عليا، راح قعد جنبي. فقعدت أبص له كده، مشكلتي ما اتكلمتش. بعد شوية لقيت جارتي جت، خبطت فتحت الباب ودخلت، فبتقول لي الله، هو خرج من الأوضة فتح الباب وخرج من الأوضة وقعد جنبك؟ قلت لها هو مين ده؟ عشان انت تقولي أنا عندي طفلة رفيعة صغيرة؟ قالت لي اه. قلت لها طب ما أنا قاعدة عشان آخد بالي من لغاية ما ترجعي. قالت لي لأ، الشاب اللي قاعد جنبك ده ابني. قلت لها الله، طب انت قلتيش ان انت عندك ابنك ليه؟ قالت لي ما كنتش عايزة اتكلم عليه عشان هو يعني عنده إعاقة ذهنية كده، يعني خفيفة، فأنا ما حبيتش تعرفيه عشان ايه ما تتهرجيش منه أو يتحرجك أو يجرحك أو ممكن يعمل حركة مش ظريفة ولا حاجة يحرجك أو يحرجنا يضايقنا كلنا يعني. فأنا بحاول معظم وقتي بخبيه في الأوضة وأقفل عليه الباب. قلت لها لا سيبيه معانا، سيبيه معانا عادي، وأي وقت مثلا عايز حاجة وكده أنا تحت أمرك، يعني أخدمه أساعده وكده يعني. قالت لي كده مش هتضايق؟ قلت لها لا مش هتضايق. يعني المهم قعدت أتكلم معاه كده وطبطب عليه، ومثلا لو باكل أكله معايا، أشرب حاجة أسقيه معايا. فقلت لها عموما هو حبني أوي، وأنا يعني إيه ارتحت المعاملة معاه. يا ست زي ابني مش مشكلة، أنا عندي شيء. قالت لي خلاص براحتك. أنا جيت أطلع الشقة لقيته عايز يطلع معايا، فقلت لها هو عايز يطلع معايا أخده معايا؟ قالت لي والله انت حرة، عايزة تاخديه خديه معاكي، يتغدى معاكي، يقعد معاكي، يونسك. المهم يعني قلت لها خلاص ماشي. فأنا طلعت الشقة، جه ورايا وحطينا الغدا، وجوزي جه وقعدنا نتكلم مع بعضينا كلنا. فقام قال لي مين ده؟ قلت له ابن الجيران متعلق بيا. قال لي يعني ايه؟ قلت له عادي بقى، ما احنا انت عارف ان انا بخلفش وكده، فيقعد معانا يونسني يعني، وانا انت مش موجود مثلا يقعد معايا يونسني. فقال لي هو كل يوم كده يعني ولا ايه؟ قلت له لا عادي يعني، في اي وقت عادي يعني، مش كتير يعني، اوقات مش كتير يعني. فقال لي خلاص. انزل عندهم افطر، يقعد معانا، اطلع الشقه يطلع يتغدى معايا او يفطر معايا، يعني كده الحكايه كده بالظبط شيء. فالمهم في يوم من الايام جوزي شافه بيتغدى معانا، واحنا بنحضر الغدا عايز يتغدى معانا، قلت له خبط عليه وطلع يتغدى معانا. وانا رحبت بيه جدا وقلت له ايه عموما خليه قاعد معانا يونسنا كويس، هو شاب طيب يعني، هو معاق ذهنيا خفيف، بس يعني ايه هيكون كويس معانا، مش تأذينا ولا حاجه. فقال لي، قلت له بص انا من الاخر انت قلت لي ما بخلفش، فهو يعني ايه بيحسسني ان انا عندي عيال. قال لي هقول لك على حاجه بس ما تزعليش. قلت له ايه؟ قال لي، قلت له يعني ايه عايز تقول ايه؟ انت عايز تسيبني عشان ما بخلفش؟ هي لا مش الفكره. قلت له ما عايز تقول ايه؟ ايوه كبرت دماغك بقى من عيال والحاجات دي. قلت له يعني ايه؟ يعني لو فكرتش في عيال انا نفسي في عيل. طيب قال لي اقول لك على حاجه بس ما تزعليش، الموضوع مني مش منك.
عشان كده بقولك كبري دماغك. قلت له يعني الموضوع مش مني انا؟ هي لا، الموضوع مني انا، زوج انا، يعني انا زوج راجل، الموضوع مني انا. قلت له لا اله الا الله. قلت له وين حل يعني؟ قال لي ولا حل ولا حاجه، احنا نقعد مع بعض كده وخلاص، مش عايزين عيال. قلت له خلاص، بس انا عايزه نفسي في عيال. المهم قال لي بصي سيبيني افكر، والله عايز تقعدي معايا براحتك، عايزه تتجوزي وتسيبيني براحتك، انت كده متضايقين وبتقلبي عليا المواجع، براحتك انت حره، شوفي الخيار اللي انت عايزاه وانا تحت امرك. قلت له خلاص، سيبنا افكر اشوف هعمل ايه. المهم يوم بعد يوم ورا يوم الولد يجي يقعد معانا، يطلع ينزل عندنا وانا اطلع انزل عندهم، افطر عندهم يتغدى عندي، وكده الحكايه بالظبط. في يوم من الايام جه جوزي من بره لقاه قاعد يتغدى معانا، فقال لي هو قاعد معاكي؟ قلت له انت متعلق بيا قوي، شايفني زي امه، حاسس ان انا امه يعني. فقال لي هقولك على حاجه، انا عندي فكره خطيره قوي. قلت له ايه الفكره؟ قال لي الواد ده معوج ذهنيا. قلت له اه. قال لي بيقعد معاك كتير. قلت له اه. قال لي اهله مش عارفين عنه حاجه. قلت له بالظبط كده. قال لي هقولك على حاجه، انا جه فكره في دماغي، طقت على دماغي فجاه، طقت في دماغي فجاه. قلت له ايه الفكره؟ قال لي الواد ده مش ممكن تسخره؟ قلت له نسخره لايه؟ قال لي حاجه معينه في دماغي ينفع نعملها، وانا هديه مشروب طاقه جامد قوي، وانا اكون معاه وبشرب واخد بالي منه واقعد معاكي في اثناء الموضوع ده. قلت له عايز تقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، وضح اكتر. قال لي اما بيقعد معاكي قد ايه؟ قلت له عادي، ساعتين 3 4 5 6، يعني ما بزهقش، وانا كمان ما بزهقش، بعتبره زي ابني. قال لي خلاص ممكن يعمل معاكي علاقه، ايه رايك؟ قلت له يعني تقصد ايه؟ قال لي عشان تحملي ونجيبي ولد او بنت ويونسك ونقعد معانا ونربيه. قلت له انت عايز يعمل معايا علاقه؟ بس ده شاب يعني. قال لي ما هو مش فاهم حاجه، زوجتي معاك دنيا مش فاهم حاجه. قلت له والله مش عارفه. قال لي هكون معاكم، واخد بالي منه واخد بالي منك، ما تقلقيش. قلت له انت بتعرض الفكره عليا والاخر تسيبني؟ قال لي لا مش هسيبك، انا اللي بخلفش، انا اللي بحبك، عمري ما هسيبك، ده انت اللي ممكن تسيبيني. قلت له عموما فكرتك انا معجبه بيها قوي، بس انا كده ممكن اغضب ربنا. قال لي يا ستي تستخدمي ربنا ولا حاجه، ان شاء الله هتبقى فكره ناجحه، محدش يعرف عننا حاجه، هو قاعد معاكي وقاعد معانا عادي. قلت له خلاص، الفكره دي انا يعني معجبه بيها، موافقه عليها، في حين ان انا يعني متردده فيها قوي يعني، ومش عارفه، شايفه انها مش قد كده يعني. عادي لا، اسمعي اللي بقولك عليه. قلت له خلاص هقول لك بكره وان شاء الله ربنا يسهل الامور. عادي خلاص، شوفي هتعملي امتى الموضوع ده وانا هكون معاكي واخد بالي منك وبشره جامد يعني. قلت له خلاص ماشي مش مشكله. يوم يومين 3 4 اسبوع عدى، لقيت جوزي متحمس قوي للفكره وقال لي ايه ان ده يوم انت هتتغدى معانا. المهم نزلت لبابتي قلت له جوزي عايز ابنك يتغدى معانا ويقعد معانا شويه نشرب شاي ونقلل وكده يعني، سيبيه كده عشان ايه جوزي معجب بيه قوي فرحان بيه، يقعد معانا ونزلولك على بالليل. قلت لي خلاص وماله، هو كمان فرحان وبيحبك. قلت لها خلاص. طلعت بيه لقيت جوزي محضر مشروب الطاقه. المهم اتغدينا مع بعض، شربنا الشاي وكلنا فاكهه مش عارف ايه وحلويات. لقيت جوزي محضر مشروب الطاقه دول الشرب، فرح بيه قوي قوي قوي، شربه بقى فرحان، وانا بتلمع من الفرحه. الولد معوق ده فرحان قوي. بعد شويه قال لي جاهزه في اوضه النوم؟ قلت له جاهزه في اوضه النوم. فقال لي خلاص هدخلك الشاب ده وخلع له هدومه كلها وايه، شو هتعملوا ايه. المهم دخل اوضه النوم الشاب، شرب مشروب الطاقه. مشروب الطاقه ده جامد قوي 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 قوي. المهم على الكرسي خلعته هدومه، قال لي قعد كده يزقر كده وايه يعني حركات كده يزوم فيها. قلت له انت ايه انت بتحبني وانا بحبك؟ قعد يعمل كده. انا خفت منه بس في الاول طبطبت عليه كده، خلعت هدومي انا كمان وقعدنا في حضن بعضينا. المهم تمت العلاقه بنجاح
وبقى فرحان بيا قوي قوي، ويحضن فيا ويبوس فيا. هو طبعا مش فاهم هو بيعمل ايه، طبعا هو بيعمل كل حاجة بالظبط بشوف الطاقة يعني ايه، صاروا جامد جدا جدا. فالمهم كل حاجة تمت بنجاح، وجوزي مشي الموضوع بنفسه. المهم بعد كده لبس هدومه، لبست هدومه، وانا عملت شاور ولبست هدومي. بعد كده اتعشى معانا تمام التمام، ونزلت وقعنا بعد كده، وطلع خلاص هو اتمتع معانا واكل وشرب تمام التمام واتبسط. يبقى ياخده معانا يوم تاني يقعد معانا تاني عيد ان شاء الله. بس بعدها بيومين لقيت جوزي قال لي اعملي اختبار حمل. عملت اختبار حمل، دكتور قال لي مبروك انت حامل. فرحت قوي قوي، قلت لجوزي انا حامل. قال لي الف مبروك، انا فرحان جدا. المهم شهر شهرين 4 5 9 المدة عدت. المهم رحت المستشفى وجبت ولد أمور قوي، جوزي جاي معايا المستشفى، شافت ولد الأمور بقى فرحان بيه قوي قوي قوي. بعد ما رجعنا البيت بس مصدقوش اللي حصل. لقيت جوزي مبروم، وشه كده مبروم ومتضايق. بقوله في ايه مالك؟ قال لي انا فرحان. قلت له لا انت متضايق. قال لي الولد ده ما يقعدش عندنا في البيت. قلت له ليه؟ قال لي لا انت اللي ملجأ. قلت له ليه؟ قال لي انا ما بربيش ابن غيري، الولد ده ما يعتبرش ابني، وانت عملتي حاجه علاقه غلط. لو سمحتي من بكره ان شاء الله هبعتلك ورقه الطلاق. قلت له يعني ايه؟ مش انت شجعتيني على العلاقه دي وقلت لي اعملي كذا وكذا؟ قال لي معلش انا غلطت. قلت له مستعمل نتيجه الغلط؟ اي لا ما تحملهاش، انا ما اقعدش معاكي والولد ده ما يخصنيش. لو سمحتي روحي عند اهلك بسرعه خدي الولد معاكي. قلت له كده يعني؟ قال لي اه. وانا بكره هبعتلك ورقه الطلاق. قلت له كده يعني؟ قال لي اه. قلت له خلاص براحتك. سبت البيت ومشيت ورحت قعدت عند اهلي والولد. هيبعتلي ورقه الطلاق ان شاء الله بعد فتره بسيطه ان شاء الله. لو سمحتوا ابعتولي الرد بسرعه، انصحوني اعمل ايه، انصحوني اعمل ايه في المشكله اللي انا واقعه فيها.